السلام عليكم. أنا اتأخرت في الجواز بس للأسف مش بإيدي. ظروف بقى الماديات ومسؤوليات الحياة كانت ضغط عليا جدا فترة طويلة، وكنت دايما مؤمن إن الجواز محتاج استعداد حقيقي، مش مجرد خطوة كده وخلاص. دلوقتي بقى سني 43 سنة، وبعد ما ربنا كرمني وبقيت جاهز نفسيا وماديا قررت بقى أبدأ أدور على عروسة بنت حلال كده. وبقالي حوالي 6 شهور بدور، وخلال الفترة دي اتقدمت لحوالي 12 بنت، وفي كل مرة كنت داخل بنية خير وبوضح كل حاجة بالتفصيل من الأول، ومع ذلك الرد كان شبه ثابت: معلش احنا اسفين، أصل سنك كبير شوية. البنات كان أعمارهم ما بين 24 ل 28 سنة، فكانوا شايفين بقى إن فرق السن كبير جدا، وإنهم لسه صغيرين عليا وعايزين حد قريب منهم في السن. اللي محيرني بقى إن فعلا محدش فيهم كان باصص لفكرة إن الجواز مش رقم سن وبس، لأ، ده شراكة وحياة كاملة وتفاهم. محدش حاول يفكر إن أنا راجل ناضج وواعي وفاهم يعني إيه مسؤولية، وعارف يعني إيه بيت وأسرة، ومستقر نفسيا، ومش لسه بيتعلم من أول وجديد زي كتير من الشباب اليومين دول. الغريب بقى كمان إنهم نفسهم سنهم مش صغير قوي، بس هم شايفين نفسهم يعني إن هم لسه بدري، وإن فرق السن ما بيني وما بينهم كبير. والموضوع ده بقى خلاني أسأل نفسي كتير: هل أنا غلطان إن حاولت أدور في رينج السن ده، يعني ما بين 25 كده ل29 سنة، ولا المجتمع فعلا بيبص للجواز من زاوية السن بس، ونسيوا إن في حاجة اسمها نضج وراحة وإحساس بالأمان؟ ولا المشكلة فيا أنا، إن أنا محتاجة أراجع اختياراتي وطريقة تفكيري؟ أنا حقيقي حاسس إن أنا في حيرة، إن بصراحة كده أنا خايفة أتجوز واحدة قريبة مني في السن ما تخلفش، فأنا مش عارف أعمل إيه. طب أنا هقولك حاجة: فرق السن بينك وبينهم فعلا كبير جدا، وده معناه إنك من جيل وهم من جيل تاني خالص، وده بقى بيبقى فيه فرق في التفكير وطريقة الحياة. ونصيحة مني: لما تيجي تتجوز اختار واحدة قريبة منك في السن، وما تقولش أصلها مش هتخلف، لأن الخلفة دي نصيب بتاع ربنا، مش مرتبط بسن بصراحة. يعني ممكن تتجوز واحدة أصغر منك بكتير وما تخلفش، أو تكرهك في عيشتك وفي الآخر تنفصلوا. وفي المقابل ممكن تتجوز واحدة في نفس جيلك في نفس سنك، الفرق بينكم بسيط جدا، وتكون واعية وناضجة وفاهمة يعني ايه بيت وزوج وحياة واستقرار، ومقدرة المسؤولية، وهدفها تكوين أسرة بجد. ساعتها بقى هتعيشوا حياة هادية ومستقرة وسعيدة إن شاء الله، وتخلف منك. الخلاصة: بلاش تاخد حد أصغر منك بكتير، القريب منك في السن غالبا بيبقى أقرب في العقل والقلب. مستنية أعرف رأيكم في التعليقات، واستنوني إن شاء الله في مشكلة جديدة الحلقة الجاية. سلام عليكم.